شغل فيديو. انا كنت طول عمري تعاون، يعني شغل جوه الزراعه والاداره الزراعيه وكده. ايه؟ اول جنب عندنا. انت طيب بس ده شركه اسمها زي بشر. خش مخازن طبعا انت عارف بالظبط. من مهندس سالم من هنا اهو. السجون بس لا يا عم لا الا انت. ها؟ فانا كمان يعني كل ايه، انا ما اشتغلش في الزراعه، انا شغال تعاون، كل شغلي تعاون، وكل شغلي قبل ما اجي تعاون الهندسه الزراعيه. يعني ايه، هيبقى طبعا اساس الشغل الفتره اللي انا فيها. ربنا يعين استاذ محمد بكوس على الحب اللي فاضل اللي معانا مش كتير يعني. ان شاء الله هو اخر الشهر ده هاخد اجازاتي بقى. لا 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 ارغي بقى اللي الفكره دي دلوقتي على ما اشوف الدنيا مفلوجه. فيعني ايه الجماعه اخواننا كلكم هنا مع بعض بنكمل بعض. انا مش هقدر اضيف حاجه في الفتره القريبه اللي جايه، بس انا بقول نقط واضحه عندي، مبادئ واضحه، ما بحبش ايه بتبقى دي اساسيه معايا. الصراحه دي اهم حاجه عندي. اللف والدوران او الكذب ما بحبوش. اخ عزيز اخت عزيزه جايه عايزه مثلا تستاذن تمشي تروح تيجي، انا ما بقولش لا حد، او ما دام العمليه ماشيه في حدود المسموح. انما مثلا بيبقى بالكتير والتكرار وانا بستنتج من مين حسيت ان هو هيبقى يعني مش سالك، لا ببقى مش سالك. فاحنا مع بعض حلوين لغايه ما تثبت على ذلك. ده اساس. طبعا الموضوع الحضور والاصرار ديت ما حدش يتكلم فيه. دي له قواعده، والمدير المالي والاداري والدفاتر وكل ده مثبت ومفيش اي مشاكل. ده فكره بسيطه عن عصام العشري. بيانات الكلمه بقى ايه، انا الحمد لله من هذا مرحوم مركز طنطا. الحمد لله متزوج وعندي اولاد الحمد لله. اولادي الكبيره ثالثه علاج طبيعي ما شاء الله الحمد لله. سعيد ابني اولى طب فاشل طنطا بسم الله ما شاء الله. والصغيرين اعداديه ومتسكن. انا مواليد 14/8/75. ما شاء الله. كنت صغير في الاول. ربنا يكرم معهم ويكون خير. كل مسؤول في عمل هو مسؤول والمسؤول عن عمله، وانا يوم ما حد هيسالني في مشكله هحوله للمسؤول، لان انا هو اللي هيرد وهو اللي هيعتمد وهو اللي هيشتغل على المسؤوليه، وكل واحد له حق هياخده. يعني بكل معنى الكلمه، يعني كل حق هيوصل لصاحبه حسب ادائه وحسب عمله. دي مبادئي ودي اهدافي. يعني الحمد لله ربنا يديمها معروف، اللهم معروف ما بيننا ويكون فيها خير ان شاء الله. خير يا رب. في حاجات معينه مثلا انتوا عايزينها، حاجه معينه مثلا تتكلموا فيها، نستشير بعض. استاذ محمد بقى معانا، هو استاذنا دلوقتي، هو اللي هيقول اي حاجه تبع الشغل زراعيه او اداريه او اي شيء. معلش انا بعتذر لكم يعني فيها في الاول، هتعدي من خلال الاستاذ محمد بكوس الاول قبل ما يجي. لو انا موجود هيبقى هو برضه معايا، انا مش موجود هو اللي هيقرر، لان انا ما زال عملي هنا والتعاون. يعني ممكن تلاقيني مثلا هناك شويه هنا شويه، فتلاقي العمليه ماشيه عكس بعضها. القرارات الثابته سواء نائب مدير الاداره،
سواء الاقسام سواء الختم سواء اي حاجه هيكون هناك، بس ان احنا هنضطر نجددها بالتوقيع بتاعنا. ماشي عشان بس التوقيعات. ماشي ديت مواد بشريه. اي حد طلع له قرار سابق الامر الاداري سابق هنعيده مع عرض البيان بتاعنا بوظائفهم ايه. هنعيد بس الامر الاداريه كل واحد باسمه في مكانه. هل في اعتراض في رئيس الاقسام او مسؤول الاقسام في اي حاجه؟ لا يا ريس، لا طبعا مستقر يا ريس. لحين شعار اخر. اي شعار اخر. احنا مش عايزين شعار اخر ينجلي، في شعار اخر كده كلام حضرتك ان انت ماسك تعاون وزراعه. مع الله اعلم والله بجد احنا مش عايزين الحل الزراعه بس هي بالظبط كده بالاخر. القرار اهو انا متفاجئ بيه، وهي بصراحه مسؤوليه انا مش عارف ربنا يستر يعني علينا، فانا مش عارف. انا عندي علم من القرار كده بس حلم. انا بقى عشان كده بقول انا هنتقل على محمد شويه لغايه ما ايه نكمل المسؤوليه مع بعض. وانا شرفت بيكم وتحت امركم في اي وقت. احنا اخوات قبل اي حاجه ثانيه. لو في اي حاجه عند حضراتكم عايزين تسالوها تعرفوها انا تحت امركم. خلينا نقول كلمه حتى عن تفسير الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. طبعا الاخلاق هي اهم شيء في الانسان. وانا شفت الاستاذ عصام من الناس المحترمين جدا 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 يعني. اختصار الاديان عامه، الاديان اي دين من الاديان اي دين بيدعو للاخلاق. اي دين سواء دين اسلامي مسيحي يهودي كل الاديان لا نزلت بكتاب ربنا سبحانه وتعالى كلها بتدعو. حتى اللي يجي مستشفى كان بيتكلم ان هو حتى نلغي الاديان ويبقى دين اسمه مجمع الاديان كله اسمه الاخلاق. وربنا سبحانه وتعالى لما وصف الرسول عليه الصلاه والسلام وصفه بايه؟ وانك لعلى خلق عظيم. فاهم شيء طبعا الاخلاق. واحنا بادئين بدايه كده باذن الله. والاستاذ عصام يعني بصراحه يعني مثال للاخلاق. فاحنا عاوزين يعني بصراحه نقفوا معاه يد واحده. يعني احنا عاوزين ننجحه الاستاذ عصام بكل الطرق الممكنه. يعني كل واحد في مكانه. يعني سيبنا من الفتره اللي فاتت. عايزين في كل واحد في مكانه يجتهد اقصى اجتهاد ان هو اللي ماسك المكان مش الاستاذ عصام اللي ماسك المكان. يعني يجتهد اقصى اجتهاد بحيث ان احنا ننجح الاستاذ عصام. كل واحد في قسم. والاستاذ عصام قال في البدايه هو ان اي مشكله هيحاولها للقسم. وذكرنا اسم مواضيع وحل مشاكل. بس احنا عاوزين نقف معاه قلبا وغالبا لانه نجاح ونجاح. وشكرا. انا برحب طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. برحب بالاستاذ عصام، هو طبعا مش غريب علينا. الاستاذ عصام انا من اول ما شفته هو انسان متمس الخلق وانسان محترم، وتنبأت ليه ان هو فعلا تمنيت ان هو يجي في المكان ده. انا حتى كان حوار ما بيني وما بين الاستاذ رجب عيسى من حوالي اسبوع كان هنا. الفتره اللي جايه دي انا متبشر بها خير بوجود الاستاذ عصام. الاستاذ عصام بيسمع حلو وبيستوعب حلو وعنده قرارات صائبه في الوقت المناسب. ونتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق في الفتره اللي جايه دوت. ان شاء الله احنا موجودين معاه لغايه ما تسب الامور والامور تبقى ايه توضح وتبقى اكثر وضوح من الايه من الفتره اللي احنا موجودين فيها. اتمنى له كل الخير وان شاء الله باذن الله بفضل مجهودكم الدنيا تمشي وتبقى كويسه. والطلبات كلها انتوا عايزاها زي ما كنتوا عايزين ان شاء الله. مفيش حاجه مفيش تغيير ان شاء الله الامور تمشي كويسه. وهو انا واثق في الكلام اللي بقوله في ايد واحده يعني كلنا ايد واحده ان شاء الله. يعني احنا عاوزين نطلع الاداره يعني من باذن الله عشان ربنا اخلاقه عاليه خالص اهو. يعني منحه من ربنا والله منحه من ربنا. ما بقولش كده في الصلاه لان اي حد بيذكر سيرته بيشكر فيه. لو انت هتتعامل معاه وهتعرفه الفتره لان الزملاء بقيه الزملاء مش موجودين يعني. وان شاء الله نعمل ايه يبقوا يعملوا برضه اجتماع ثاني يوم الاحد ان شاء الله يكون بقيه الزملاء موجودين ونتعرفوا ونكون نتعرف ايه. عشان اتفضلوا يا جماعه.